السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده هعمل لكم مع بعض حصري وعندي انا وبس. هنعمل ورده السلطانه زي ما انتم شايفينها كده، حاجه جديده وهتشرفك قدام السفره وقدام ضيوفك. يلا بينا نشوف الجمال ده عملناه مع بعض ازاي. وقبل ما نروح نشوفها تعالوا نشوف مع بعض جبنه كده بقى ايه السايحه الخطيره، الجبنه السايحه النايحه. شايفين؟ بصوا واقفين ورا الكاميرا عايزين ياكلوها، هما ما فيش حد مستني. شايفين كمان؟ بصوا بصوا الجمال، بصوا. ألف هنا وشوف على قلب اللي بياكل. يلا نروح نشوف الجمال ده مع بعض، احنا هنعمله مع بعض ازاي. يلا بينا. حابة اوريكم بقى التفاصيل كده من قريب. شايفين شكلها عاملة ازاي؟ بجد تجنن حكاية. بصوا تحفة تحفة فنية بجد. الفيديو النهاردة يستاهل منكم أحلى لايك، وتكتبوا لي في التعليقات بقى عشان بفرح جدا لما بقرا التعليقات بتاعتكم. أول حاجة هنا هنحضر مع بعض بقى البطاطس، الحاجات الصغيرة اللي بتطلع في الأول، والجزء اللي أنا شلته من البطاطساية من تحت ده بركن على جنب عشان ده هستخدمهم وهقول لكم هنعمل بيهم إيه. أقطع بقى البطاطس بتاعتي شرايح رفيعة جدا، شرايح رفيعة جدا. البطاطس بتاعتي اللي عارفين إنه أنا بغسل البطاطس قبل وبعد التقطيع علشان النشا اللي بتنزله. اي حاجه صغيره بقى بتخرج من البطاطسايه ببدا ان انا احطها على جنب عشان ده كله هناخده في الاخر وهقول لكم هنعمل بيه ايه. غسلت البطاطس بتاعتي ورحت حاطه حله على النار فيها شويه من الملح، ورحت نازله بالبطاطس بتاعتي على طول. يا دوبك هتاخد غلوه والتانيه وهطلعها على طول من على النار. شايفين؟ لازم اوعي تسيبيها هتتهري، لازم غلوه والتانيه واقوم شايله على طول من على النار. تاني حاجة بقى هنا أنا حضرت المصفى والطبق اللي هنعمل فيه. البطاطس اللي اتبقت معانا بقى هنقطعها مكعبات صغنونة خالص خالص زي ما انت شايفة كده. لازم تقطعي الوصفة النهاردة البطاطس كده صغيرة خالص زي ما انت شايفة. هاجي بقى بقية الحاجات اللي معايا. قطع البطاطس بتاعتنا جاهزة، التوابل هنقولها واحنا بنحطها. الكبة بقى معاكي او تبشريها. هنبدأ نحط بصلاية هنبشرها ونحطها في طبق، وبعد كده هننزل في نفس زيت الكبة. هننزل على طول بالنص كيلو من البانيه هنفرمه. تمام. معايا بقى معلقة صغيرة من الثوم المهروس علشان هنبدأ ان احنا نعمل الوصفة بتاعتنا دلوقتي. وكمان معايا معلقة ونص من هريسة الشطة اللي احنا كنا عاملينها قبل كده. لو حابة الفيديو بتاع هريسة الشطة قولي لي وهحطهولك في التعليقات، وارجعي للفيديوهات بتاعتي وهتلاقيه عندك. تمام. هنا بقى خلاص البانيه بتاعي اهو فرمته. البطاطس لقيتها خلاص غلت غلوة والتانية. اروح اجيب طبق فيه مية ساقعة متلجة واطلع على طول بالبطاطس عليه. اخليه ياخد كده صدمة المية الساقعة البطاطس بتاعتي، وبعد كده اجيب صينية عليها فوطة او مناديل مطبخ وابدأ ان انا احطها علشان تتصفى كويس جدا. وهنجيب نفس الحلة اللي احنا كنا عاملين فيها البطاطس، يا دوبك سبت منها المية، صفيت منها المية وهحطيت فيها شوية من الزيت ونزلت بالبطاطس المكعبات الصغيرة بتاعتنا. هفضل ان انا اقلبها كده لحد ما تستوي شويه، يعني 3/4 سوا. وهبدا ان هي يعني اول ما تلاقيها بدات تصفر لان هي صغيره جدا مش هتستحمل يعني. وبعد كده نزلت بالبصلايه بتاعتي في نفس الزيت لحد ما البصلايه يا دوبك بدات تصفر، ورحت نازله بالفراخ بتاعتي البانيه المفرومه. يا دوبك ان هي اقلبها تقلبتين وانزل بالمعلقه الثوم المهروس الصغيره على جنب كده، واقلب قلب قلب لحد ما الفراخ بتاعتنا تبدا ان هي تلاقيها بقى لونها ابيض. هنزل عليها بقى بحوالي ربع كوباية من البسلة بالجزر أو بسلة بس على حسب ما انت حابة. تمام. بس هي الوصفة كده تجنن. هنزل بقى بعد ما قلبت فيها شوية بمعلقة ونص من هريسة الشطة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض قبل كده، وقلبتها تقلبتين ورحت نازلة بالبطاطس. تمام كده الوصفة جميلة وسهلة لحد دلوقتي. بصوا هننزل بقى بنص معلقة صغيرة من ورق اللورة، وهننزل كمان بمعلقة صغيرة بصل بودر، ونص معلقة صغيرة من التوم البودر، ونص معلقة فلفل اسود، وربع معلقة من الحبهان البودر. وكمان هننزل بمعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من بهارات الشوي، ومعلقة صغيرة من الدمجلاس. الدمجلاس ده بيدي صوص خطير للحاجات اللي انت حابة يبقى فيها صوص. وهننزل بقى بالملح بتاعنا طبعا حسب الرغبة. ولو حابه تحطي بقى ماجي، بس انا الوصفه ما حطيتش فيها ماجي. تمام خطيره. ونقوم بقى نازلين بكيس من الصلصه اللي احنا عاملينها مع بعض اللي هي اصلا متسبكه، فمش محتاجه ان احنا نسبكها. تمام. او كوبايه. الكيس عندي الصلصه انا ببقى عاملاه مج، يعني لو هتحطي صلصه جاهزه هيبقى مج. تمام. مش الصلصه بتاعت الشركات، الصلصه الجاهزه اللي احنا عاملينها.
هبدأ بقى بعد ما الفراخ بتاعتي والخلطة بتاعتي استوت، هجيبها بقى احطها في طبق كده، طبق صيني يكون واسع، او يكون عندك طاجن بس مش غويط قوي، تحط فيه الخلطة بتاعتك بتاعت الفراخ اللي احنا عملناها، ونبدأ بقى بالبطاطس اللي احنا عملناها شرايح دي، نزين الطبق بتاعنا على شكل الوردة. الفراخ بتاعتك خلي بالك البطاطس هتبقى طرية جدا، فلو هتلاقيها تتكسر معاكي يكون معاكي معلقة صغيرة توسعي بيها مكان الفراخ، وتقومي منزله البطاطسايه. لو لقيتي البطاطسايه ما تدخلش سهل معاكي زي ما شفتيني دلوقتي عملت، بصي معلقه اهي وبوسع بيها وانزل البطاطسايه، اوسع بيها وانزل البطاطسايه لحد ما خلصت الطبق بتاعي على شكل الورده. بنلفه دواير 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 علشان يديني شكل ورده السلطانه. النهارده حصري عندي انا وبس. لو وصلتي معايا للفيديو لغايه دلوقتي ما تنسيش تحطي اللايك، انزلي حطي لايك على طول، يلا فضلا مني. النهارده بقى بصوا بجد يعني الفيديو بمتعة، والأكلة دي أنا بحبها جدا وطعمها خطير جدا، فقررت إن أنا لازم أعملها لكم وأعرفكم اسمها اللي أنا أصلا مسمياه لها. شايفين بقى هجيب هنا بقى زيت وأبدأ أدهن البطاطس بتاعتي بعد ما خلصت شكل الوردة، وأدخلها بقى إيه الفرن. أنا فاتحة الفرن وفاتحة الشواية، تمام. بعد ما دخلتها الفرن والشوايه والحروف بتاعت البطاطس بدات ان هي الاقي حروف البطاطس بدات تصفر، طلعتها على طول وابدا احط ما بين البطاطس اللي باينه، شايفين في فراخ اهي باينه، هداري كل ده كده بالجبنه الموتزاريلا. مش هتاخد منك كتير على فكره خالص، احنا بنحط حاجات بسيطه بس بتدي شكل وطعم خطير، بيفرق بجد في الوصفه. جربي الوصفه بالطريقه اللي انا قلت لك عليها بالظبط. بصي هنا بعد ما حطيت الجبنه الموتزاريلا ودخلتها بقى تحت الشوايه وكنت قفلت الفرن. شايفين بقى الفيديو النهارده بتاعنا يستاهل منكم احلى لايك، واللي مش عندي في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. شايفين بقى بجد يعني انا مش عايزه اخلص معاكم الفيديو، انا عايزاكم تستمتعوا باكتر يعني وقت من شكل وردة السلطانه النهارده، وحابه بقى ان انتوا تجربوها فعلا وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات بعد ما جربتوا الوصفه. بس امشوا عليها بالطريقه دي، اول ما تخرجيها بقى من الفرن على طول تطلعي عليها برشه من الزعتر، بتفرق جدا والريحه بتبقى جايبه اخر الشارع. هيجوا عليكي كل الجيران ويقول لك عايزين ندوق من اللي انت عاملاه ده. يلا بقى جربي الوصفه، واسيبكم واقول لكم مع السلامه.